معنا ياسين بونو. ياسين بونو، فوق طاقتك لا تلام. من المسار البطولي للفريق الوطني في كأس العالم اليوم، كثرة الإصابات، الضغط النفسي، الإرهاق البدني الكبير، لكن رغم ذلك تعامل ممتاز مع المنتخب الفرنسي. هنيئا لكم، والرحلة مازال ما انتهتش في المونديال. كما شتي مقابلة ما كانش سهلة، بصح كنا يعني كان عندنا هذا الحلم باش نمشيو للنهائي. كنا تايقين بأن غادي نفوزوا بهذه المقابلة. ما كتبش، كنظن الدراري داروا مقابلة كبيرة، يعني المجهود كان جبار، كانوا عندنا فرص. الحمد لله على هذا الأداء يعني ديال الدراري. باقا مقابلة واحدة خصنا نواجهوها بجدية ديال المقابلات اللي دازوا، وهادشي اللي كاين. اكيد ما كانش سهل، على انه يتم الاصابه ديال كل رومانسيه ونايف اكار. تعودت على انه تلعب معهم قبل انطلاق المباراه، كانت شويه صعيبه بالرغم من الاداء الجيد لكل من اليمين الخضري. لا صراحة الدراري اللي دخلوا، لا جواد لا داري، يعني داو واحد الأداء كبير وكانوا في مستوى كبير. صراحة يعني ما حسيناش بلابسونس ديال لا رومان لا نايف، وكنبغي نهنيهم. يعني صراحة هذا الجروب بين بأن قادر يتنافس مع أكبر المنتخبات. اليوم فكما شتي يعني كنظن الهدف الأول شوية صعب علينا المقابلة. ولكن هي هذه كرة القدم، يعني المنتخب بين بأن عنده شخصية، كانوا فرص من بعد الهدف. ومن بعد يعني جات واحد الفرصة ديالهم اللي كما شتي واحد الكرة يعني فيها شوية ديال الزهر فاتماركا بالثاني. على أي يعني المنتخب دار واحد المقابلة كبيرة صراحة، والأداء كان كبير. ابتسامه ديالك فينا ديما ديما كاينه. تبارك الله عليك ياسين الله بونو، يعطيك وشكرا لك. بالتوفيق في المباراه المقبله امام منتخب كرواتيا. اعود اليك عادل.